السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنعمل سندوتشات الشوكولاتة التحفة دي. تنفع بقى للعشاء للفطار في المدرسة. طعمها حلو جدا، واحلى حاجة المخبوزات في الشتاء بتدفي البيت كده وبتتاكل وهي سخنة بتبقى تحفة. شايفين مليانة شوكولاتة من جوه ازاي؟ والعجينة هشة قوي وعاملة زي القطن. المقادير دي عملت لي 8 سندوتشات كبار بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، الواحد كبير ومشبع جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمله ازاي. حطيت في البولة 1.5 كوباية من اللبن الدافي. حطيت عليهم 1.5 معلقة كبار من السكر ومعلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية. قلبتهم كويس علشان ادوب الخميرة والسكر في اللبن، وبعد كده غطيتهم وسبتهم 10 دقايق لحد ما الخميرة تبدأ ان هي تتفاعل. دلوقتي هضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وده لو انتي حابة الحشو بتاعها يكون شوكولاتة او يعني يكون حلو، لكن ممكن تحشي جبنة او تحشي لحمة مفرومة، اي حاجة انتي حباها. في الحالة دي هتستغني عن الفانيليا. حطيت كمان نص كيلو من الدقيق، بس ما نزلتوش مرة واحدة، نزلته شوية بشوية. وهبدأ بقى ان انا الم العجينة. هي المقادير دي بتاخد نص كيلو دقيق مظبوط، بس برضو احتياطي ما تنزليش الكمية كلها مرة واحدة، نزليها شوية بشوية، لان طبعا انواع الدقيق بتختلف، وكمان الكوباية اللي انت عايرتي بيها اللبن من الاول هتختلف. حطيت كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة بسيطة من الملح. هشيل بقى دلوقتي المعلقة وابدأ ان انا الم العجينة لحد ما الدقيق يختفي خالص. بعد ما العجينة لمت بالشكل ده حطيتها على المفرش وبدأت ان انا اعجن فيها. طبعا كل ما تعجني اكتر كل ما هتديكي نتيجة افضل، ولو عندك عجان كمان هيكون احسن واحسن. فضلت اعجن كده فيها. اخر حاجة خالص بضيف عليها معلقة كبيرة من الزبدة، وبكمل عجن لحد ما الزبدة تختفي تماما. هنا كنت حطيت معلقة الزبدة عليها، وهبدأ ان انا اعجن. بعد ما بتحطي الزبدة بتحسي العجينة كده بقت بتقطع وما بقتش متماسكة وشكلها ما بقاش حلو، بس مع الاستمرار في العجن هتلاقي العجينة بقت طرية معاكي ومظبوطة جدا زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. حطيت رشة دقيق كده في البولة ورشة دقيق على العجينة، وهغطيها وهسيبها تخمر حوالي ساعة او ممكن اكتر او اقل على حسب ما تلاقي حجمها اتضاعف معاكي. هتبقى كده خلاص جاهزة ان احنا نبدأ نشكلها. هنا كان عدى تقريبا حوالي ساعة. بصوا العجينة حجمها زايد ازاي. هبدأ بقى دلوقتي ان انا انزلها عندي واقسمها ل8 كور. ممكن طبعا الكمية دي تطلعلك 10 او 12، او ممكن تطلع اقل على حسب الحجم اللي انتي عاملاه. انا عاملة السندوتش كبير يعني يشبع كده فرد، فطلع معايا 8. ممكن انتي تعملي صغير هيطلع معاكي اكتر من كده. هاخد كل بقى قطعة من دول هعملها كده على شكل كورة واحطها على جنب لحد ما اخلصهم كلهم. هبدأ بقى من اول واحدة انا كورتها، هحط كده عليها دقيق علشان ما تلزقش، وهفردها على شكل بيضاوي شوية. هفردها رفيع على قد ما اقدر. عندي بقى هنا شوكولاتة بالحليب كنت مكسراها كده قطع كبيرة. هبدأ بقى ان انا احط جوه كل سندوتش. انا حطيت بصراحة كمية كبيرة من الشوكولاتة وطلع تحفة. طبعا بقى على حسب ما انتي حابة ممكن تقللي لو مش عايزة الشوكولاتة كتير كده، بس طبعا كل ما يكون مليان شوكولاتة بيبقى طعمه حلو جدا.
بتني كده اول جزء، وبعد كده الجزء اللي فاضل بقسمه شرايط كده، سواء بسكينة عادية او بالقطاعة بتاعة البيتزا دي. اهم حاجة بس تقفلي الجنبين علشان الشوكولاتة ما تطلعش من الجنب. وبكمل لف كده بالشكل ده، وبيبقى ده عندي شكل الساندوتش. بحطه بقى على طول في الصاج، والصاج دهناه مسحة من الزيت علشان ما تلزقش. بصوا، بعد ما بحط الشوكولاتة بتني عليها كده اول جزء، وبعد كده بقفل الجنبين، والجزء اللي فاضل بقسمه. باكد عليكم تاني، اهم حاجة نقفل الجنبين علشان الشوكولاتة ما تطلعش بره في الفرن. طبعا لو نزلت في الصاج هتتحرق. وبلف كده بالشكل ده. بعد ما بشكل الكمية كلها وبحطها في الصاج، بسيبها تخمر للمرة التانية لحد ما حجمها يكون الضعف. وبعد ما بتخمر بدهن وشها بحاجة بسيطة من اللبن، او ممكن بيض لو تحبي. انا ما بحبش بصراحة ادهن وش المعجنات بيض، فبدهن كده بشوية من اللبن. وبدخلها فرن سخن من قبل كده على درجة حرارة 200. بتاخد حوالي ربع ساعة في الفرن، وممكن في اخر دقيقتين نحتاج ان احنا نشغل الشواية علشان تاخد لون من فوق. وممكن هي تاخد لون لوحدها، يعني على حسب الفرن بتاعك. هوريكم بقى دلوقتي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. شكلها وريحتها حلوة جدا، وكمان هشة قوي. الاطفال حبوها جدا كمان عشان فيها طبعا شوكولاتة كتير. نفتح بقى واحدة من جوه واوريكم شكلها. بصوا، شايفين التسوية من فوق ومن تحت؟ بصوا بقى، العجينة حلوة جدا مع الشوكولاتة، حاجة كده تحفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.